بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي اسعد حال. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة محشي حاطينه في الصينية وسويناه في الفرن. انا عاملة فلفل وبتنجان وكوسة اهو، وحطيت له قيمة نص الصينية او ربع الصينية شوربة بط، وغطيته بالفويل كده زي ما انتوا شايفين. دخلته الفرن، حطيته على الصاجة اللي تحت. ده بقى انا طلعت قلب الكوسه وقلب البتنجان، ما رميتوش زي ما احنا كنا بنرميه او بنحطه في الحله من تحت قبل ما بنرص المحشي بتاعنا. كنا الاول بنعمله كده. وفاض عندي كم قرن فلفل برضو من الرومي ده، رحت حطاه وحطيتهم مع بعضيهم وقليتهم. اهو بصوا اقلهم في القلايه على طول اهو. بيتقلوا القلايه مطلعه البخار بتاعهم اهو. او متقالوا معانا هم، ما خدوش وقت خالص. بصراحه القلايه دي حاجه مش قادره اقول لكم جميله قد ايه وممتازه بصراحه معايا في المطبخ، يعني ايدي ورجلي برضو. حطيتهم انا بقى، طلعتهم حطيتهم في طبق بلاستيك وقعدت ايه اهرسهم زي ما انتوا شايفين كده. نعمل بقى احلى بابا غنوج، هيعجبكم جدا والله، جميل جدا جدا جدا. انا ما شويتش قلب البتنجان ولا الكوسه، انا قليته اهو. حطينا الطحينه بتاعتنا، الطحينه دي حطينا عليها فصين توم. شوف كده هنحتاج طحينه قد ايه. حطينا خل وملح وكمون وشطه. عملتهم بالهراسه بس برضو شايفاها طالعه خشنه معايا. عملتهم بعد كده، عملتهم في الشفشق بتاع الخلاط. انا حطيت الكمون اهو، ونحط الشطه اهي، والملح والخل. انا كده استفدت بقلب الكوسه، واستفدت بقلب البتنجان. ما رميناهوش زي ما قلنا بنرميه، لا حرام الوقت اللي احنا فيه ده صراحه. ربنا يتولانا برحمته يا رب. كل حاجه لازم تستغليها وتستثمريها. بصوا انا حطيت طحينه تاني اهو، ورحت عاملاه في الخلاط بقى. بصوا تقولوا ما شاء الله جميل ازاي اهو. رحت حاطه عليه فلفل. طلعنا بقى الصينيه بتاعتنا من الفرن، قعدت حوالي 45 دقيقه. بصوا بسم الله ما شاء الله، والله ما فيش واحده ولا تتهرت ولا اتقطعت بصراحه طلع احلى من الحله كتير. وان شاء الله باذن الله كل مره اما اجي اعمل فلفل وبتنجان وكوسه بمشيئه ربنا مش هسويهم الا كده في الصينيه ودخلها الفرن. ولا نقول بقى فلفلايه اتهرت ولا كوسيه اتهرت ولا ميته زايده ولا ميته ناقصه، لا. انا حطيت قيمه تلت الصينيه، ما كملتش نص الصينيه. بصوا الفلفل، بصوا طالع عامل ازاي. بصوا الكوسه، طبعا معروف ان الكوسه ما يعني ما بتستحملش. بصوا
بصوا، ولا مهرية ولا اي حاجة. تعملوها يا رب صحة وهنا وتتهنوا بيها، وافتكروني بدعوة حلوة لاختكم ام يوسف، واحلى لايك من ايديكم. السلام عليكم ورحمة الله.